بقات فيا هاد البنيته، لان وقع نفس الاول كآية الثانيه. مهم. 1.5 مليون ديال الناس اللي تابعوها باش يقولوا لي خصك تكلف بها. مهم. اتصلت بالاب ديالها، قلت له سيدي غادي تجيبها وغادي نشوفها وغادي نقول لك واش نقدر نديرها ولا لا، مهم. ولكن يجيبها لي. انا داك عطاني الكلمه باش يجيبها. كيجي تازي اخر، ماشي تازي حسن، ماشي انا، ماشي انت. التازي الاخر في الرباط، انا التازي ديال الدار البيضاء. والناس وهذه التهمه وهذه التهمه كلها، وبقيت ساكت هذه عامين وانا ساكت، لان بقى فيا الا نط غادي يعرفوا راه ماشي انا. كاين تازي مصحه اخرى في الرباط انا ما قصتش فيها، ما شفتها لحد الان، ما عمري شفتها. انا ما مشيتش عندها لدارها، انا ما درت معها اشهار، انا ما تصورتش معها، انا ما كنعرفهاش، انا ما قربتلهاش، وكنت الوحيد اللي يمكن لي نعالجها ونقولها بكل افتخار. اليوم قضية مغربية، وهذه القضية عملت ضجة كبيرة بين المغاربة. كلشي تصدم من اللي عرفنا شنو وقع للدكتور التازي ومراته، أو بالأحرى شنو داروا، لأنه كان معروف عليه بالطبيب الفقراء. كان فيما كيشوف شي حالة داير البوس كيعاونها. المهم ما نطولش عليكم وندخلوا في تفاصيل القصة. محمد التازي من مواليد 1957 تزاد في مدينة وجدة، عاش في عائلة ميسورة. الأب ديالو كان تاجر عنده محل ديال الهري في وجدة. اسم الأب ديالو الفقير عبد العزيز التازي، والأم ديالو سميتها فاطمة الشاوي. الأب ديالو كان كلشي كيعيطلو الفقير لأنه كان مولوع بالطريقة الصوفية، كان من أتباع الزاوية البشتيتية. كانوا كيباتوا في الليل يدعون الله ويذكروا الله حتى كيطلع الصباح. وهذا علاش الدكتور التازي عيطلع متشبع في هذا الفكر، وكان ديما كيقولها بأنه كيتبع الطريقة البشتيتية. التازي كان تلميذ مجتهد كيقرا مزيان، غير غينجح في الباك ولا يطلعوا بمعدل عالي، غيلتحق بكلية الطب العام اللي كاينه في الدار البيضاء. وملي غيشد الدبلوم ديالو غيسافر لفرنسا باش يكمل قرايته وغيدير التخصص في التجميل. ملي غيسالي غيرجع للمغرب، وفي هذه الفتره الاب ديالو غيتوفى، وغادي يوصيه على مو ويقول له بالحرف انك ما دير حتى حاجه حتى توافق الام ديالك. وفعلا ملي غادي يتعرف على واحد السيده اللي غادي تولي مراته، غادي يديها لعند مو حتى توافق، عاد غادي يتزوج بها. وفعلا عطاتو الموافقه ديالها وتزوج بها. مراتو سميتها منيا بن شقرون، كتنتمي لعائله ميسوره، عندها دبلوم في الاقتصاد. الوقت اللي تلقات به التازي كانت خدامه شركه طيران. تعرفوا على بعضهم وتفهموا انها تجلس من الخدمه ملي تزوجوا وتمشي معاه للميريكان، حيت عوال يكمل قرايته تما. هذاك الشيء اللي كان تزوجوا ومشات معاه للميريكان. التازي كان متفوق في مجال التجميل، غادي يختار واحد الآلة رائعة كتشفط الدهن، وهو الوحيد اللي قدر يوصل لهذا التفوق. باش يحمي الاختراع ديالو غادي يمشي للمنظمة الدولية الأمريكية للحماية على الاختراعات، وغادي يسجل الاختراع ديالو باسمه ويحفظه. من بعد ما دوز فترة طويلة في الميريكان غادي يرجع للمغرب، وغادي يفتح العيادة ديالو في الكوتشي، وغيبقى يمشي يخدم في مصحة الحاكم. فيها كان كيعمل العمليات ديالو، يعني الناس كيمشيو لعندو للعياده، وفي حاله ضروره العمليه كيديرها لهم تما في المصحه. هاد المصحه كانت من اكبر المصحات اللي كاينين في الدار البيضاء، لكن سرعان غدير فايض حيت وقعوا فيها بزاف ديال المشاكل الماليه. التازي غيقرر يشريها، واول حاجه عملها هو خد الدبلوم في القانون وشراها، وقدر يوقفها على رجليها من جديد، ورجعت من اكبر مصحات التجميل في الدار البيضاء، وعندها سمعه طيبه وسماها مصحه الشفاء. فأول مرة غيبان فيها التازي في التلفزيون هي مع قناة تانية. كانت واحد البنت مع الجمهور كتعاني من السمنة، والتازي تطوع وعرض عليها باش يعمل لها العملية، وهذا أول ظهور ليلو في التلفازة. من بعد بدا كيتعرف بين الناس وأنه رجل مزيان كيعمل الخير، ومن موراها عمل برنامج في القناة الثانية اسمه تحدي السمنة. كانت في كل أسبوع كاينة حلقة، كان كيجيب ناس كيعانيو من السمنة وكيتبع معهم خطوات ديال الريجيم، وفي الآخر كيعمل لهم عمليات باش كيزول ديك الزيادة اللي كتبقى مور الضعافة. هذا البرنامج كانت كتقدمه مراته، لأنها ملي كانوا في أمريكان كانت قرات شوية على الطب التجميلي. بدات الشهرة ديالهم كتزاد تكبر بين الناس، غادي يظهروا برنامج تاني واللي هو يا مرايا مع تيلي ماغو. من موراها غيفتح قناة في اليوتيوب وقناة في الفيسبوك. ومن بعد فترة النجاحات الملك غادي يهديه الوسام الملكي ديال الاستحقاق. التازي ومراته شهرتهم زادت كبرت داخل وخارج الوطن المغربي، كانت أي حالة بانت في مواقع التواصل الاجتماعي كيتكفل بها. التازي كانت أكثر عملية كيديرها هي الشفط، ولكن من بعد ولا كيعمل عمليه في اللايف ديال تكبير المناطق الحساسه. هنا المغاربه ما عجبهمش الحال، لان كيف كنعرفوا الشعب المغربي شعب محافظ مقبول 100%. اسيدي الناس اسمع اسيدي اسيدي انت واحد ما كيبزز عليك
تمشي تشوفها. ما كنهضروش اسمع، على نشوفوها دكتور. لا. المبدا انت طبيب. المبدا انا كنديرها بكل ضمير. كاين السر المهني المفروض. لا السر المهني هو واحد السيده كتفضحها حدا وسط الناس النجاح ديالو غادي يبانوا بزاف د الحالات اللي كيتشكاو منه على انهم وعدهم يعدل لهم العمليه ومن بعد خلف بالوعد ديالو. وكاينين بزاف ديال الحالات اللي قالوا انهم مشاو لعندو المصحه ديالو وكانت مراته كتصورهم وكتقول لهم سيروا حتى نعيط لكم، ولكنها ما كتعيط ليهمش. ومنهم ابد ايه ديك البنت الغليظه، خرج الاب ديالها الاعلام كيقول ان الدكتور التازي شبر فلوس صحيحه على ود بنته وما بغاش يدير ليها العمليه. هنا بزاف الناس شكوا فيه لانهم اتهموه انه كيستغل مرض بنته على ود الفلوس وصافي. لكن الكذاب الحيط ديالو قصير دغيا كيتفضح. ما غدوش مده طويله وواحد رجل الاعمال اللي كان من دوك الناس اللي كيتبرعوا كيعطيو فلوس صحيحه على ود الحالات كان عايش في فرنسا، دخل المغرب وبالصدفه تلقى مع واحد السيد. هاد السيد كان مضروب في وجهه وكان من ضمن اللائحه اللي مرض التازي سردتهم له باش يتبرع عليهم. مشى هضر مع داك السيد وسولو مال وجهك، قال له انا ضربني شي واحد في وجهي وما عندي باش نصاوبه. قال له علاش ما مشيتيش لعند الدكتور التازي، راه كيعمل العمليات بطار وراه كيعمل الخير. قالوا راني مشيت وصوروني وعطاوني 1000 درهم وقالوا لي سير حتى نجمعوا الفلوس ونعيطوا لك. قال صافي مشيت بحالي، وملي كنت رجعت عندهم ما بقاوش يستقبلوني. هنا داك رجل الاعمال غيتصل بزاف ديال صحابو اللي كانوا حتى هما كيتبرعوا للدكتور التازي وغيقول لهم شنو وقع كامل. وهذا رجل الاعمال غادي يعمل التحريات ديالو وغيلقى ان بزاف ديال الصور اللي وصلوهم ما داروش العمليات. ومن هنا ديريكت لمركز الشرطه وغادي يعاود لهم كل شيء. الشرطه غادي تقوم بالواجب ديالها لكن بصمت، يعني بسريه تامه. غيبحثوا مزيان لمده شهرين، وملي تاكدوا نهار 2 في شهر ابريل 2022 المغاربه كاملين غادي يتصدموا بخبر اعتقال الدكتور التازي. تشد هو ومراته وخوه و5 الناس اللي خدامين معاه في المصحه. التهم اللي توجهت ليهم تكوين عصابه اجراميه الهدف ديالها الاستيلاء على مبالغ ماليه ديال المتبرعين، اضافه الى التجار في البشر، غسيل الاموال والنصب والاحتيال، تصوير الناس بدون الاراده ديالهم. ملي بداو التحقيقات ودكتور التازي ومراته ناكرين هاد التهم، كيقولوا ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الشيء. بسبب التهم الثقيله اللي موجهه ليهم القاضي رفض يتابعهم في حاله صرح لان بزاف ديال الوثائق كدينهم، وحتى من الناس اللي معاهم تابعوهم وهما مشدودين، بالخصوص مراته لان هي اللي كانت شاده الشؤون الماليه ديال المصحه. جبروا شي وراق اللي فيها مبالغ كبيره معايا، كانت كتدخل 20 مليون يوميا. جبروا مراتو كتزور ثمن العمليه، في المثال عمليه كتسوى 10 مليون هي كتكتب في الوراق 20 مليون، دوبل ديال الثمن. وبزاف ديال الوراق اللي كيدينوهم. طبعا خرجت واحد الاشاعه انه انتحر لكنه باقي حي يرزق، غير هو حاول يكتب ممتلكات ديالو للابن ديالو. المحكمه وقفت هذه الخطوه لانه في حاله اثبات عليه هذه التهم خاصو يخلص الغرامات ماليه كبيره للدوله وللناس اللي تبرعوا ليه. الاشاعه اللي خرجت على الدكتور التازي انه تحكم عليه ب30 سنه سجنا وعلى مراته ب20 سنه سجنا، هذا الشيء غير كذوب. لحد الساعه باقي ما تنطقش في حقهم حتى شي حكم لانهم باقين كيتواجهوا مع بعضهم في الجلسات. القضايا بحال هادو كياخذوا مده طويله لانها قضيه كبيره. العبره من هذه القضيه اللي غادي يعمل الخير يديروا بيده، ما تعطيو لحد يتكفل به. كتجبر الناس تربوا في الخير ومع ذلك طماعين. الله يرزقنا القناعة. هنا كتكون سالات قضيتي. كنشكركم على المشاهدة والسلام عليكم.